السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا نعمل وصفة سهلة وبسيطة. معايا بقى بصل مبشور وطماطم مبشورة كده ومعلقة كبيرة من الصلصة ومعلقة صغيرة من المستردة بتدي طعم حلو قوي. معايا بقى البهارات اللي انتوا عايزينها بقى ملح وفلفل اسود وبهارات سبعة بهارات فراخ. معاكي كمان زعتر وجنزبيل وبصل بودر ورص يعني رشة بسيطة من القرفة ورشة بسيطة من جوز الطيب زي ما انتوا شايفين كده. وبعد كده هحط بقى كده معلقة كبيرة او معلقتين من الصويا صوص وهخلط كله وهشيل معلقتين هقول لكم ليه دلوقتي. هنزل بقى بالاجنحه بتاعتنا كده انتوا شايفين غسلنا كويس جدا ومصفينها. عايزين بقى تحطوا فرخه كامله، عايزين تحطوا اوراق، تحطوا اجنحه براحتكم خالص. بصوا سهله وبسيطه، ومش هقول لكم بقى حطوها في التتبيله ساعه ولا اتنين ولا بيتوها في ليله. لا 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 لا، كل الاكل ده كله مش هياخد معاكي وقت ولا مجهود، وساعه تكوني خلصتي كل الغدا. بصوا هخلطهم كلهم مع بعض وهشيلهم بقى على جنب. معايا بقى بطاطس ومعايا فلفل ومعايا بقى بصل زي ما انتوا شايفين كده. انتوا عايزين تحطي جزر، عايزه تحطي بزله، عايزه تحطي كوسه، براحتك خالص. هنزل عليهم بملح وفلفل اسود وهديهم كده تقليبه مع بعض، وهنزل بقى بالمعلقتين اللي انا شلتهم من الخلطه زي ما انتوا شايفين كده. هخلطهم كلهم مع بعض، وبعد كده بقى ابدا ارصص كده الفراخ بتاعتنا زي ما انتوا شايفين. سهله وبسيطه وما بتاخدش مجهود خالص يا جماعه. اكون بقى محضره كده عصير طماطم بس مخففاه بالميه شويه زي ما انتوا هتشوفوا، وهدخلها الفرن. انتوا بقى عايزين تحطوها على النار براحتكم، عايزين تحطوها في الفرن على طول برضو براحتكم. بجد تحفه وخطيره وفي كل حالاتها خطيره يا جماعه. هنزل بقى بمعلقه زيت كبيره كده وهغطيها بورق فويل وهحطها في الفرن. بتاخد كده ريحه الفرن كده، ريحه الشوي كده، بجد خطيره يا جماعه وهتعجبكم. مش هتاخد معاكم الاكله دي كلها يعني كتيرها قوي ساعتين. بصوا الجمال تحفه. حتى بقى ولعت عليها الشوايه وعملت شويه رز كده، رزايه ورزايه مع شويه سلطه مع شويه مخلل، بجد تحفه. ايه رايكم في الجمال؟ مش هتاخد منكم وقت ومجهود خالص. يا رب الوصفه تعجبكم.